النهارده احنا هنتكلم عن موضوع غريب شوية. احنا هنتكلم عن 5 فنانات يعتبروا موهوبين على فكرة، ولكن سبب شهرتهم الحقيقية تقريبا ما كانتش موهبتهم، بل كانت أدوار الإثارة. هحكي لك. مثلتي ازاي؟ ابتديت اتشاف واتعرف على ناس رقم 1 معانا وهي الفنانة رانيا يوسف. رانيا يوسف من بداية الألفينات كانت بتعمل أدوار تعتبر صغيرة، ولكنها أدوار كانت مهمة وقوية في نفس الوقت. يعني مثلا مين ينسى دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي لما كانت بدور بطة، يا خوفي منك يا ابن متولي. ومسلسل القرار الأخير، ومسلسل هايم عبد الدايم بتاع الفنان الراحل سمير غانم، ومسلسل سلطان الغرام مع خالد صالح برضه، لحد مسلسل أحلامك أوامر بطولة الفنانة الكبيرة ماجدة زكي اللي كان 2007، لحد ما تيجي سنة 2008 وكل حاجة تتغير مع فيلم كباريه. بعد كده تعمل لك فيلم ريكلام سنة 2012، وهنتكلم عن فيلم ريكلام قدام شوية. الباقي في حياتك. صعبان عليا قوي. رانيا يوسف دايما بتتميز بفكرة الأدوار المثيرة. حتى مسلسل اللعبة في الجزء اللي كان سنة 21 برضه طلعت بدور له علاقة بالإثارة من قريب أو من بعيد. ايه الصدفة دي؟ هي فعلا صدفة غريبة شوية ان احنا التلاتة نتجمع سوا هنا. طبعا يعني. فهل رانيا يوسف بنت اسمها بالموهبة التي تمتلكها، ولا بنته بأدوار الإثارة؟ هو في ايه؟ هو انتوا ما عندكوش غير جسم اللي تطمعوا فيه رجاله ونسوان؟ رقم 2 وهي الفنانة اللي احنا ممكن نختلف عليها شوية، وهي الفنانة سمية الخشاب. في بداية الألفينات زيها زي غيرها تعمل أدوار بسيطة، ولكنها كانت مهمة بالنسبة لها في تاريخها. عندك مثلا مسلسل الحقيقة والسراب، وعندك فيلم بحبك وأنا كمان، ومسلسل لقاء على الهوا مع الفنانة الكبيرة يسرا. طب يلا جهزي انت الفطار وانا هروح افحيهم. الله، طب وسريان بيغسل وشه جاي على طول. وبرضه ما نقدرش ننسى دورها في فيلم يعتبر بسيط ولكننا كلنا حبيناه، وهو فيلم علي سبايسي بطولة حكيم. ترجالي يمكن لحد سنة 2006 وفيلم عمارة يعقوبيان، والحكاية تتقلب تماما وتتقلب من موهبة لأدوار إثارة فقط. عندك فيلم خيانة مشروعة، وفيلم حين ميسرة، وفيلم الرئيس عمر حرب، وتنتهي بفيلم ساعة ونص سنة 2012. بص يا اخويا بص، وجع في معاميع. خليني اقول لك ان سمية الخشاب برغم ادائها لادوار الاثاره لاكتر من 5 أو 6 اعمال ورا بعض، الا ان موهبتها كانت دايما بتبقى ظاهره في كل عمل بتعمله. واكبر مثال على ده هو دورها في فيلم الرئيس عمر حرب، او حتى دورها في حين ميسره. فهنا نيجي نقف شويه ونفكر في الادوار اللي عملتها. هل الادوار اشتهرت لاجل الاثاره ام لاجل الموهبه والاتقان في اداء الدور نفسه؟ وبعيدا عن فكره موهبه ام اثاره، فسمية الخشاب قدرت تعمل اسم ليها من الناحيتين على فكره. سبتها من زمان ودلوقتي فاتحه بيوتي سنتر. تالت حد معانا يا معلم وهي الفنانة علا غانم. خليني اقول لك ان علا غانم قبل سنة 2010 كانت بتعمل ادوار تعتبر بسيطة جدا. عندك مثلا دورها في فيلم سهر الليالي، ودورها في فيلم حريم كريم اللي كان سنة 2005. خلي بالك ان علا غانم برغم تنوع ادوارها اللي قبل 2010 كانت برضو بتتميز بانها ادوار مثيرة، يعني دايما كانت بتطلع لك بالفتاة المثيرة في العمل. ممكن واحد تاني؟ ليه؟ عشان لو حبيت اروح البيوتي مرتين يعني. إذا كان دورها في فيلم كامل الأوصاف مع عامر منيب الله يرحمه، أو حتى دورها في فيلم ليلة البيبي دول، لحد سنة 2010 وتعمل الفيلم الأعلى في الإثارة من وجهة نظري، وهو فيلم أحاسيس اللي كان بطولتها ومعاها الفنان الكبير باسم سمرة. وبالنسبة لي فيلم أحاسيس هو الأعلى كأدوار الإثارة بالنسبة لعلا غانم. وهو انت حالتك حاجة تانية يطمع فيها عين امك. رقم 4 معانا وهي الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق. خليني اقول لك ان الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق شئنا ام ابينا هي موهوبة فعلا، لانها عملت ادوار تعتبر مهمة جدا في الدراما التلفزيونية. فاكر سنة 2001 ومسلسل الحاج متولي شخصية نعمة الله. بس البت بتشتكي، بتقول على طول قاعد ساكت ما بيتكلمش معاها. بعد كده تشارك اهم النجوم في اعمال كتيرة اذا كانت مسرحية او في السينما او في التلفزيون. عندك سنة 2002 مع مسرحية طرائيعه، وبعد كده تعمل مسلسل محمود المصري مع الفنان محمود عبد العزيز، وسنة 2006 تعمل فيلم عودة الندلة مع عبلة كامل. حبيبي اشرب الشرب احسن بعدين تبرد. لحد سنة 2007 وينقلب الحال وتعمل فيلم حين ميسرة. بعد كده تعمل فيلم الرئيس عمر حرب. بعد كده تعمل فيلم دكان شحاتة وفيلم بون سواريه.
ونروح لسنة 2012 وفيلم ريكلام اللي قلنا هنتكلم عنه في أول الحلقة. فيلم ريكلام هو فيلم ملوش أي تلاتة لازمة غير إنه بيجذب الجمهور من عامل الإثارة، من فكرة إثارة الجدل نفسه. فيلم ريكلام بيتكلم عن بعض الفتيات اللي بيمشوا في طريق ما ينفعش البنات يمشوا فيه، وبيحكي لنا قصة كل واحدة والأسباب اللي خلتها تمشي في الطريق ده. وبعدين دي مش قضية دعارة عادية، انت 4 يعني شبكة. برغم ان الفيلم مأساوي جدا، برغم انه ظهر جانب من مجتمع اسود ما كانش ينفع نشوفه حتى لو كان موجود في الحقيقة. فيلم ريكلام هو الفيلم اللي جذب الناس بسبب عامل الإثارة في الفيلم من ألفاظ ومصطلحات كانت جديدة على ما سمعنا. انا باخد 100 جنيه مش كتير. ده نظامي، قلت ايه؟ وبالتالي خلينا اقولك ان من بعد سنة 2012 وفيلم ريكلام تبدأ تهتم غادة عبد الرازق بالمسلسلات المصرية وتصبح نجمة صف اول في التلفزيون المصري لحد وقتنا الحالي. وهنا اكبر سؤال ومعضلة بالنسبة لي في فنانة كبيرة بحجم غادة عبد الرازق، هل كانت شهرتها الحقيقية نابعة من موهبة قوية وقفت بيها قدام أبطال كتيرة ونجوم كبار في عالم الفن، أم إن بعد عدد معين من أفلام الإثارة أصبحت نجمة وصف أول؟ ايه اللي فكرك بيا يا بت؟ اصلك وحشتني قوي يا خالد. رقم 5 معانا، وهي فنانة تعتبر لسه مبتدئة على فكرة، ولكنها امتداد لفنانات أدوار الإثارة، وهي الفنانة جوري بكر. خلينا أقول لك إن جوري بكر فعلا تعتبر امتداد لأدوار الإثارة من ساعة ما ابتدت، حتى لو بأدوار صغيرة. يعني عندك مثلا دور صغير في فيلم الحسن الرداد تطلع فيه بدور إثارة. يخرب بيت عقلك، دي المكنة شدت على الآخر. ايه اللي فكرك بيا يا بت؟ اصلك وحشتني قوي يا خالد. ويكفيني أقول لك إن أكبر علامة لكده هو دورها في مسلسل جعفر العمدة. بركة خروجك من السجن يا سيد الرجال. الدور اللي عملته في مسلسل جعفر العمدة المفروض تعمله فنانة تمتلك موهبة قوية، ولكن الحكاية اتعكست واتعمل الدور بجانب له طابع الإثارة مش طابع الموهبة نهائي. فبالتالي بالنسبة لي الفنانة جوري بكر هي امتداد لفنانات الإثارة لحد ما نشوف لها دور يثبت موهبتها. المهم انت قول لي رأيك، شايف ان ردك انت على السؤال الفنانات اللي اتكلمنا عنهم كان سبب بناء اسمهم في عالم الفن موهبة ام إثارة؟ وهل في فنانات تانيين انا ما ذكرتهمش؟ مستني رأيك في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي.